كيف نبطل استدلال الوهابية في الاستغاثة بكلمة واحدة؟ وفي أيسر ما يقال الوهابية قالوا ما دام أنت استغثت بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بولي من الأولياء، مع أنك تعتقد أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله تعالى، مع هذا أنت مشرك. كيف تقول مثلا مدد يا جيلاني، أو تقول يا رسول الله أغثني مثلا؟ كيف نبطل استدلال الوهابي ببساطة متناهية وبدليل عقلي قوي قطعي؟ نقول لهم للوهابيين إذا إنسان كان قد صلى الخمس وصام رمضان كاملا وحج البيت، يعني فعل كل الشعائر وذبح وكذا وكذا، ولكن هذا لم يقارنه اعتقاد في الله سبحانه وتعالى، يعني هو لم يعتقد أن الله تعالى هو الذي يصلى له، ولم يعتقد أن الله تعالى هو الذي يصام له، ولم يعتقد أن الله تعالى هو الذي يحج له. ما فائدة عبادته؟ هل سيكون عابدا لله؟ لاحظ، هل سيكون عابدا لله تعالى؟ أخبروني أنتم أيها الإخوة، وليخبرني أي وهابي. إنسان صلى وصام وركع وسجد وفعل كل القربات وليس في قلب اعتقاد بأن الله تعالى هو الذي يصلى له، لم يكن في قلب اعتقاد أن الله ضار ونافع وكذا، ما فائدة هذه العبادة؟ سيقول لك الوهابي هذه العبادة قيمتها صفر، ولم تكن عابدا لله تعالى بإجماع أهل القبلة سواء كانوا أهل سنة أو كانوا وهابية. صحيح؟ طيب اعكس الأمر، اعكس القضية. إنسان قال يا رسول الله أغثني، أنت الوهابي تقول هي عبادة لغير الله وكفر وخروج من الدين. جميل جدا، مع أنه يعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع. طيب إذا فعل هذا مع الله بهذا الاعتقاد لا يكون عابدا لله تعالى. طيب إذا فعل هذا مع غير الله تعالى هل سيكون عابدا له؟ بنفس القياس الذي فعلت معك. ولهذا ترون هزال مذهب الفرقة الوهابية في هذا الباب، أنها فرقة متهالكة متهافتة متناقضة، ليس عندهم محاكمة عقلية منطقية، ليس عندهم نظر في الأدلة الشرعية كما ينبغي.